أحلى تحية مسائية لكل شبابنا وكل بناتنا اللي متابعينا، ومشوار جديد وحلقة جديدة من سوالف شباب. اليوم حابين نسولف على موضوع الاهتمام المفرط بالآخرين، الاهتمام الزايد بالآخرين. لو بحثنا بأغلب المشاكل اللي تمر بحياتنا واللي تعكر مزاجاتنا، ولو رجعنا لسبب الصدمات اللي نتلقاها من الآخرين، لو وجدنا أنه السبب الرئيسي والسبب الأساسي هو إحنا. نعم، إحنا وبكل تأكيد. راجع نفسك وراجع شريط علاقاتك وشوف روحك حبيت واهتميت وسهرت وفكرت وانقهرت وعطيت الشخص هذا اهتمام كبير، وخليته يظن نفسه على انه ماكو من عنده اثنين بالحياة، وخليته يظن على انه ملاك، لحد ما وصل لمعرفة كل مفاتيح حياتك وكل نقاط ضعفك عرفها، وسيطر عليك وعلى مشاعرك وعلى أحاسيسك، وقدر يحاربك ببعد عنك، لأن تأكد 100% وأنت السبب اللي خلاه يتأكد 100% أنك ما تقدر على بعده، وأنك تسهر وتبكي وتتعذب. يا حبيبي، لا تتفاجأ إذا يوم من الأيام هذا الشخص غاب عنك فجأة وراح من حياتك فجأة، لأن ما كان يحبك أصلا ولا كان مهتم بيك أصلا. ولو كان مهتم بيك ولو كان يحبك فعلا ما اختفى فجأة من حياتك، أو على الأقل انطاك خبر قبل لا يروح وقبل لا يغادر، حتى توصلون أنت وياه الحل لهذا الوضع، حتى على الأقل تقدرون اثنينكم تعيشون عيشة ببعد الثاني. حبيب قلبي، من اليوم المفروض توقف قدام المراية، والمفروض تحاكي روحك وتقول أنا مو الأول، أنا مو الأول، أنا القوي، وأنا اللي ما راح أهتم، وأنا اللي راح أعطي بقد ما أخذ، وأنا اللي راح أهتم بقد ما يهتمون بي. وتخيل إنك تعلمت كثير، وإن اللي راح يجي يجرحك ما راح يقدر ولا راح يقدر ولا راح يقدر، لأنك تعلمت كثير من حياتك، وإن اللي جاي نفس اللي رايح، واللي راح نفس اللي اجا، وما راح أهتم أبدا، لأن أنا إنسان قوي من اليوم. هذا مو كلام، هذا المفروض أن تطبقه، هذا المفروض أنه أنت تتعلمه بحياتك. على كثر الصدمات اللي مرت بيك، على كثر الأزمات النفسية اللي مرت بيك، المفروض أن تتعلم درس. ترى الإنسان الذكي والحر والحليم هو اللي يتعلم، واللي ما يتعلم غبي. مش فرق كتير. نتمنى أن نال المشوار إعجابكم، ونلتقيكم بحلقات أخرى. تحياتي، حيدر 7.